يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، هذه الحلقة الثانية في برنامجنا وقفات وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولا زال بنا الحديث متواصلا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه أو حياته في بيت الزوجية. وسنتحدث اليوم بالتحديد عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة أيما ثناء في حياتها، بل حتى وبعد وفاتها، مما اضطر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. سبحان الله، وهذا من أعجب أنواع الغيرة، أن امرأة تغار من امرأة أخرى وهي لم ترها، يعني تغار من امرأة ميتة. تقول ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. يقول أعطوا صديقة خديجة وصاحبة خديجة فلانة، أعطوها يعني مما من هذه الشاة أو من هذه الهدية. قالت عائشة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. سبحان الله، يعني من غيرة أم المؤمنين عائشة. فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان يثني عليها حتى بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأثنى عليها بأمر، يعني قوله إنها كانت وكانت يعني كانت تعينني، وكانت امرأة عاقلة، وكانت امرأة تقية صالحة لا ترفع صوتها، وكان لي منها ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من نسائه ولد إلا من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، فلم يكف صلوات الله وسلامه عليه عن ذكرها بانتهاء العلاقة الزوجية أو بوفاتها، بل كان صلى الله عليه وسلم يثني عليها حتى بعد وفاتها. تقول عائشة أيضا في حديث آخر، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا سبحان الله أيها الأحبة إنما يسمى حسن العهد والوفاء والإخلاص والتفاني في الحياة الزوجية والمحبة بين الزوجين. ولكن الله المستعان، يعني الواحد لما ينظر في حياة الناس في هذا الزمان يجد العجب العجاب، يجد أن الرجل ربما تتوفى زوجته فيتزوج عليها أخرى، فإذا تزوج الثانية تجده يثني عليها ويقدح في الأولى ويقول أنني كنت صابر عليها وكنت متحملها وكنت يعني عايشة معها في ضيق وضنك، رغم أنه كان العكس. فلا يثني عليه، لا يذكر من حياتها إلا السوء، نسأل الله تعالى العافية. بل بعض الناس لا يذكر في زوجته خيرا، يقول لم أرى فيها خيرا قط. والعجيب أن بعض الرجال هم أولى بحديث ما رأيت منك خيرا قط من النساء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كافأ خديجة بأمر حسن. تقول عائشة رضي الله عنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، يعني من مكافأته لها وحسن تعاملها معه صلى الله عليه وسلم أنه كافأها بأنه لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان وفيا لها أيما وفاء، وكان يقول إذا تصدق، يعني إذا جاء له بهدية في بيته أو بشاة أو بأمر من ذلك، يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يعني تقول عائشة أيضا في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، تقول جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي في بيتي في حجرتي، فقال لها رسول الله من أنت؟ فقالت أنا جثامة المزنية. ومعنى جثامة في اللغة العربية أي الامرأة يعني التي تكون بليدة الذهن نوعا ما. فقال لها صلى الله عليه وسلم بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ جعل يسأل عليها. فقالت هذه الامرأة بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنا بخير الحمد لله. فلما خرجت تقول عائشة قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟
يعني كيف تثني عليه وتقول كيف أنتم وكيف حالكم؟ غارت يعني عائشة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إنها كانت تأتينا في زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. سبحان الله. يا عائشة إنها كانت صديقة لخديجة، صاحبة لها، تأتينا في زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. وهذا من كلام أو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب وتعلق على البيوت وتعلق في كل مكان: إن حسن العهد من الإيمان. أنه لما تكون هناك علاقة زوجية بين رجل وامرأة، أو حتى علاقة صداقة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة، فإنه ينبغي أن يحفظ كل واحد منهم للآخر العهد. إن حسن العهد من الإيمان، أي أن الإنسان، يقولوا نحن بلغتنا الدارجة، إن فلان عاشر، العشرة، يرى بالعشرة، أنك ترى بالمعاشرة وترى بالعهد الذي بينكم والود الذي كان بينكم، ولا تقطع ذلك بخصومة حتى وإن وقعت خصومة. إن حسن العهد من الإيمان. يستفاد من هذا الحديث فوائد كما قال أهل العلم: أن رسول الله لما وجد هذه الامرأة لها اسم قبيح وهو جثامة، غير لها اسمها وقال: بل أنت حسانة إلى اسم أجمل وألطف. ويستحسن كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه سمى أحد بناته بهذا الاسم، قال حسانة، سماها بحسانة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب هذا الاسم وسمى به. فكما قلنا حسن العهد والوفاء من أخلاق أهل الإيمان، وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فيه مقابلة طيبة وملاطفة جميلة وتودد محمود. ولكن الله المستعان في هذا الزمان أن كثيرا من الأزواج يتنكر لزوجته التي كدحت معه في بداية عمره ووضعت يدها في يده وساعدته في بناء بيته، فتجده بعد ذلك يقدح فيها ويذمها ولا يحفظ حسن العهد لها. وكان صلى الله عليه وسلم يعني من حبه لخديجة رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا سمع صوتا يذكره بها أو شيئا يذكره بها تنبسط أسارير وجهه، يفرح لذلك ويسر لذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: استأذنت هالة بنت خويلد، يعني أخت خديجة، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فعرف رسول الله استئذان خديجة، يعني كأنه يعني اشتبه عليه صوت هالة بصوت خديجة واستئذانها باستئذانها رضي الله تعالى عنهن. قال: فارتاع لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد وأصابته يعني قشعريرة في بدنه، فقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. تقول عائشة: فغرت لذلك، لما رأيت هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أصابتني الغيرة. فقلت بعد ذلك: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، يعني حمراء الشدقين، يعني قد سقطت أسنانها، يظهر شدقها، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. تقول عائشة: أنا خير منها. قالت عائشة: فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وغضب تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني عند نزول المطر أو عند إقبال الريح والغيم. فقال صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلام عائشة: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. تقول عائشة: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. ندمت عائشة على غيرتها وندمت على ذكرها بخديجة لأنها وجدت بذلك أنها لا تساوي خديجة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: يستفاد من هذا الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به. يعني إذا أحب الرجل شيئا فإنه يحب كل ما تعلق به ذلك المحبوب، كما يقول الشاعر: إذا زرت الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. حتى أنه من حبه لمحبوبته أحب الديار وأحب الجدران، سبحان الله. وكذلك يستفاد من هذا الحديث يعني عجيب أمر النساء، أن عائشة رضي الله عنها غارت من امرأة قد ماتت، كانت تغار من امرأة قد ماتت، توفيت قبل أن تتزوج عائشة رضي الله عنها أو يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن العهد والوفاء والإخلاص، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.